السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم هذه الكيكه ديال التفاح اللي كتجي رائعه وبمكونات بسيطه وموجوده في جميع البيوت. خليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير. هانتوما المشاهدين مع المقادير ديال الكيكه ديال التفاح. كما كتشوفوا كنحتاج هنا 3 البيضات اللي على هذا الحجم كما كتشوفوا، وكاس سنيده، وكاس ديال الحليب، وعندي هنا 2 ديال الخمارات حمر، وواحد الفانيليا، وقبصه ديال الملحه، وعندي شويه القرفه والزيت، كاس ديال الزيت، وعندي هنا التفاح باش غادي نزين الكيكه ديالنا. التفاح اللي كنقطعو على هذا الشكل وكنعصر عليه واحد الحمضه باش ما كيكحليناش. دابا بسم الله على بركه الله غادي نبداو. هانتوما المشاهدين درت هنا 3 البيضات كما كتشوفوا، كندير عليه واحد الفانيليا، وكندير كاس ديال السنيده، وكنخلط العناصر مزيان. كنساجم بين هاد العناصر وكنضيف عليها الزيت والحليب والقرفه. ما كنديروش لداخل، كنرشوا بها الكيكه على برا فاش كنزينوا بالتفاح، وقبيصه ديال الملح. المهم خليكم معايا. هانتوما المشاهدين كيجي القوام على هذا الشكل بعد ما ضفت الدقيق. جمعت جميع المكونات دقه واحده وضفت الدقيق على هذا الشكل كما كتشوفوا. دابا غادي ندير هذا المول هذا اللي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. هانتوما المشاهدين الكيكه ديالنا هي بعد ما زينتها كما كتشوفوا بالتفاح، ودرت عليها شويه ديال القرفه. دابا كنديرها في الفران، ومن بعد فاش غادي نخرجها من الفران غادي نسقيها بشويه ديال الحليب، وغادي ندهنها بشويه ديال الكليكوز. هانتوما المشاهدين ها هي الكيكه بعد ما زينتها ودرت عليها التفاح درت عليها شويه ديال القرفه كما كتشوفوا. المهم فاش غادي نخرجها من الفران كتكون باقا سخونه، وكنخوي عليها شويه ديال كنسقيها بشويه ديال الحليب، ومن بعد كندهنها بالناباج. ولكم الاختيار، بغيتو دردروا عليها حتى شويه ديال الكوكو باش كتجي عاطيه المنظر، ما بغيتوش تخليوها هكاك. المهم حتى نطيبها وغادي نوري لكم كي كتجي. هانتوما المشاهدين الكيكه ديالنا كي كتجي على هذا الشكل. دابا كنسقيوها بشويه ديال الحليب بارد وهي سخونه كما كتشوفوا على هذا الشكل. حتى كنسالي الكميه ديال الحليب اللي عندي كامله. هانتوما كما كتشوفوا كاع عليها على هذا الشكل. المهم تشرب لينا هذا الحليب، وغادي ندهنها بالناباج وكنزينها بشويه د الكوك كما كتشوفوا. باش كتعطينا واحد البريو واحد اللمعان، كتجي الكيكه ديالنا رائعه. المهم انا نكمل معكم التزيين ونوريكم التقديم. المشاهدين الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كتجي رائعه، ما نقولكمش كي كتجي حتى في المذاق. هانتوما شوفوا كي داير القوام ديالها، كتجي على هذا الشكل. هانتوما كتجي رائعه رائعه. المهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، والى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله.